السلام عليكم ورحمة الله، معكم يوسف جد وفيديو جديد. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابدا الفيديو صلي على النبي، قالي دعوة حلوة من قلبك، انزل اكتب لي كومنت يشجعني ويدعمني ويحفزني ويخليني اعمل فيديوهات اكتر واكتر. زي ما انتم شايفين كده انا لسه صاحي من النوم، الصراحة صوتي باين عليه. بقول لك ايه، انا صوتي باين قوي ان انا لسه صاحي من النوم. ايه؟ باين عليا قوي ان انا لسه صاحي من النوم. انا بقول لك عادي عادي بقوا تبعنا واهالينا خلاص. انت شايفة كده يعني؟ عادي. اصحابنا واخواتنا. بصوا الصراحة كده أنا بقالي كام يوم، هو مش بقالي كام يوم، بقالي فترة كبيرة يعني، وأنا مروح كده ببقى عايز آكل شيبسي. حلو. فالمهم بقف قدام ستاند الشيبسي كده عند الراجل، فبلاقي منتج أو بلاقي منتجات كتير، ما بجيبش غير الشيبسي ده. مش عارف ده تعود ولا يعني ايه اللي خلى في دماغي ان ده احسن حاجة موجودة في السوق. انا على طول الاقي اللي هو البيك شيبس ده تبع ايجيبت فودز اللي هم بتوع تايجر، والصراحة ما بجيبوش يعني. حتى انا بحب اللي هو بالجبنة المتبلة، لو ما لقيتش شيبسي بالجبنة المتبلة ما بجيبش خالص، فده بيبقى موجود على طول. فانا الصراحة جه في دماغي امبارح وانا واقف قدام الستاند كده، سرحت بخيالي هو ليه ما نجربش البيك شيبس ونقارنه بالشيبسي ونعرف ده احسن ولا فعلا الشيبسي اللي انا بجيبه على طول. قلت اجيب الاتنين تمام، والصراحه يعني انا كنت جايبهم من امبارح بس هم اتاكلوا، فالنهارده بقى ام مالك ظبطتني وجابتهم لي تاني وقالت لي خد يا عم ايه عيش حياتك وجرب براحتك. فتعالوا كده نجربوهم ونشوفوا، يمكن يطلع البيك شيبس ده احلى، يعني هسهل على نفسي. فاهمين؟ متنسوش بقى تنزلوا تحطوا اللايك المتين، تكتبوا لي كومنت لو عايزين نجرب منتج معين او نقارن اي حاجه داخلين على رمضان بقى وعايزين نعمل فيديوهات جامده الفتره الجايه. بقى لنا فتره كده عطلانين مش عارف ليه، يعني مش عارف سبب العطله دي عند مين بالظبط. تعالوا نجيبوا الطبقين كده عشان نشوفوا برضو شكلهم من جوه. نفتح الاول شيبسي ونفضيه هنا، طبق صغير على الشيبسي. نفتح برضو البيك شيبس. ده وزنه قد ايه؟ ده وزنه من 52 جرام ل 62 جرام، وده وزنه من 47 جرام ل 57 جرام. يعني المفروض ان ده يطلع اكبر، البيك شيبس اكبر من الشيبس. نفضي هنا كده. انا كنت خايف ملاقيش اختلاف، بس من الاول كده انا شايف اختلاف. مش عارف بقى لو شلت الطبقين كده هيبان ولا مش هيبان. بص ده هنا ده الشيبسي وده البيك شيبس. طبعا البيك شيبس ايه لونه اغمق شويه، اللي هو على الشمال ده باين كميته اكتر شويه صغيرين. اظن كده ايه كده باين. اوريكم برضو ايه، واحدة من هنا وواحدة من هنا. ده الشيبس العادي، ده البيك شيبس. هنا لونه اغمق شويه، هو ده اللي باين يعني لحد دلوقتي. تعالوا كده نبدا الواحد ريقه جرى ليه؟ ده شيبس يا جدعان، في ايه؟ تعالوا ناخد واحده. تعالوا ناخدوا واحده شيبسي. تعالوا ندوق. بسم الله. اخر واحده عشان نثبت الطعم. نفصل بقى بشويه ميه كده. الميه مالها عامله كده ليه؟ في ايه؟ بسم الله. طعم الشيبسي العادي اللي احنا متعودين عليه، بهارات المظبوطة، الشيبسي بيقرمش والدنيا في اللذيذ. تعالوا ندخل بقى ايه على البيك شيبس. لونه غامق قوي يا جدعان، يعني بصوا لونه بالنسبة للشيبسي غامق جدا. تعالوا ندوق. بهارات هنا على الشيبسي كميتها اكتر من اللي على الشيبسي، على البيك شيبس اكتر من الشيبسي. بسم الله. نبلع بقى. بسم الله. بصوا بقى عشان احسم الجدل اللي بيحصل لي انا، القوام بتاع البيك شيبسي احلى من القوام بتاع الشيبسي، يعني القرمشه هنا اكتر
في البيك شيبسي اكتر من الشيبسي، ده رقم واحد. رقم اتنين، بالنسبة للتتبيلة، التتبيلة في البيك شيبس اعلى من التتبيلة في الشيبسي بمراحل، بس هي فيها مشكلة واحدة، لو انت مش بتحب الحادق ما تجيبش البيك شيبس وهات الشيبسي. البيك شيبسي تتبيلته حادقة شوية، بس التتبيلة ظاهرة جدا يعني. الصراحة عجبني البيك شيبس، فانا كده اثبتت لنفسي ان بعد كده ملاقيش ده ولاقي ده على الرف اجيبه عادي. يعني ايه المشكلة؟ كنت ببعد عنه، بس احنا كده محتاجين نجرب أطعمة تانية منه. من البيك شيبس دخلنا منتج جديد للمنتجات بتاعتنا. يلا عجبك الفيديو بقى متنساش تحط اللايك المتين بتاعك. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.